صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوني. النهارده هنعمل لكم لفه جلاش كده بطريقه سهله وبسيطه وطعمها خطير وجديد علينا. النهارده هنعملها بطريقه سهله جدا، لا بقى محتاجه توريق ولا حاجه. ولما يكون عندك كده لفه جلاش بقالها سنتين ثلاثه في الثلاجه مش عارفه تعملي بيها ايه، اللفه دي بقى هنعمل بيها احلى جلاش بالكاسترد. طعمه خطير وهايل، ويلا بينا نشوف عملناه ازاي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى، خطير وطعمه هايل. عارفين حاجة كده زي من فوق كده مليان كاستر، ومن تحت عامل زي الملفيه، طعم الملفيه بالظبط وطعمه خطير. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. جبت بقى لفتين الجلاش المكسرين بقى، اللي انا مش عارفه اعمل بيهم ايه، لكن ده كان بصراحه جلاش انا لسه جايباه، يعني ينفع في اي جلاش عندك حتى لو بقاله فتره في الفريزر او التلاجة. زي ما شايفين كده خرطته كده زي ما شايفين، يعني بطريقه سهله وبسيطه. وهبتدي ان انا افرفطه كده زي ما شايفين كده من بعض. جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها ماده دهنيه سمنه، يعني كويس جدا علشان انا هطلعها من الصينيه مش عايزاها تلزق. زي ما شايفين كده بقى، هو ابتدي ان انا اجيب الجلاش بتاعي افرده في الصينيه. من كل فرده يعني انا حطيت طبقه كده زي ما انتم شايفين كده. الطبقه دي ايا كان، مش لازم تبقى كبيره او صغيره، مثالا يعني لازم احط شويه سمنه كده علشان يبقى مش ماسك في بعضه ويبقى طعمه حلو. زي ما انتم شايفين حطيت السمنه وهرجع احط بقيه الجلاش. طيب افرض انا عندي مثلا انا عندي بقيه بسبوسه، بقيه كنافه، او لو انا عندي معلقتين كنافه كده ممكن احمرهم احطهم في النص، مفيش مشاكل. انا لما بيفيد عندي حلويات بحطها في علبه او كيس بلاستيك في الفريزر، لما احب اطلعها بطلعها، بالذات احطها حشو لاي حاجه عندي، حلويات عندي زي كنافه او جلاش. زي ما انتم شايفين كده اعملوا الحشو اللي تعجبكم، انا مخليها ساده زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا اجيب الجلاش طبقات كده واحط حاجه بسيطه من السمنه زي ما انتم شايفين كده، بس مش حاجه بسيطه قوي. يعني انا حطيت 3 معالق من الكبار دول، دي مش معلقه اكل يا جماعه، دي معلقه اللي بقلب بيها البصل، او لما يكون في حله كبيره ديت اللي هي بتاعه طقم التوزيع، يعني هي كبيره مش صغيره. زي ما انتم شايفين كده كل ما بحط شويه جلاش بوزع سمنه من فوق الجلاش. زي ما انتم شايفين كده طبيعي ببقى مسخنه الفرن مسبقا. لازم احط اي حاجه في الفرن لازم يكون الفرن ساخن معايا. زي ما انتم شايفين كده بقى مسكت الجلاش، وهبتدي ان انا اوزعه كويس في قلب الصاج او الصينيه بتاعتي. وبرده بصوا برده سقيته بالسمنه. السمنه دي براحتك انت بقى، يعني اعملك ايه، حطي السمنه اللي تعجبك. زي ما انتم شايفين كده بقى، وهبتدي افرفطه كده او ان انا اوزعه، ومش عايزاه يبقى ماسك في بعضه. زي ما انتم شايفين وهسويه، يعني انا مش عايزه حته عاليه وحته تبقى اقل في الحجم، يعني لا انا عايزه كله يبقى متساوي زي ما شايفين كده. وبرده هبتدي ان انا احط السمنه بتاعتي. لازم السمنه تبقى سايحه، يعني انا مسيحاها على النار عشان الجو كمان ساقعه بيجمد السمنه بسرعه. دي اخر بقى طبقه، وهبتدي ان انا اعمل الكاسترد بتاعي. عبارة عن ايه بقى؟ هنا 3 كوبايات لبن او لبن على ميه. مفيش، بصوا انا يا جماعه ما بحبش اتقيد باي حاجه. لو ما عنديش كميه اللبن ديت بخليها لبن على ميه، يعني مفيش مشاكل ومفيش حاجه هتقف معاكي. حطيت هنا 3 معالق كاسترد. طب افرض انا ما عنديش الكاسترد، ممكن ان انا احط نشا عادي، مفيش مشاكل، هتبقى مهلبيه وطبيعي. حطيت ورقه فانيليا. هنا حطيت السكر بقى اللي يعجبني، يعني دي حاجة ذوقيات. لكن انا برضو عايزة اقول لكم ان في الوصفة ديت انا ما حطيتش سيرب او عسل اللي هو الشربات بتاع الجلاش، عشان كده انا عايزاها مسكرة شوية، يعني لما تبقى مسكرة شوية هتظبط الطعم مع الجلاش. زي ما انتم شايفين كده هي 3 معالق مع السكر على حسب الرغبة، مع 3 كوبايات من اللبن او لبن على مية، مفيش مشاكل. حتى لو كوباية لبن واحدة وكوبايتين مية برضو مفيش مشاكل. زي ما انتم شايفين كده هقلبهم كويس جدا على النار علشان ما يكلكعش مني او يعمل تكتلات
بالمضرب كده على طول كده. انا مش عايزاه سميك، انا عايزاه خفيف شويه. بصوا بقى، هبتدي بقى ان انا اطلع الجلاش من الفرن وهو سقيه وهو سخن. بصوا بقى شكله خطير. ان شاء الله يعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، متنسوش تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده بقى، هضيف الكاسترد على او المهلبيه بتاعتي على الجلاش. ده هيطلع يا جماعه طعمه خطير. يعني عايزك تزودي كميه الكاسترد مفيش مشاكل، عايزه تقلليها برضو اللي يعجبك. بيبقى طري من فوق، وبيبقى كريسبي جدا من تحت. لو انت عايزاه لا طري كمان من تحت، ممكن تعملي شوية سيرب صغيرين وتحطيهم وتحاولي تخليهم في قاع الصينية. زي ما انتم شايفين كده خطير، طعمه كان هايل. لازم يبقى خفيف شوية طبعا. عايزة تخففي عن الكمية ديت مفيش مشاكل، لكن انا بصراحة بحب طعمه. وهو الطبقة اللي من فوق الطرية ديت بتبقى متماسكة في كده زي ما انتم شايفين كده، وباينة قوي، وفي الطعم بتبقى خطيرة. ان شاء الله تعجبكم، كل وصفاتي تعجبكم. بصوا زي ما انتم شايفين كده بقى، هخرطها هتطلع خرطه بخرطتها. ودي سر اللي انا قلت لكم، حطوا السمنه كويس جدا بالفرشه علشان، او ادهنوها بايديكم مفيش مشاكل، عشان تطلع خرطه بخرطتها. زي ما انتم شايفين كده طعمه خطير وسهل.